الأخطاء الشائعة في غسيل الملابس اللي دايما يجيني تساؤلات عليهم في الخاص. روزيلا علاش صرالنا هكا؟ أرواحي نعطيك كل الأخطاء اللي ممكن تطيحي فيهم. ديري جامو أبوني عند روزيلا ملكة الحلول وتابعي الفيديو. أولا الملابس اللي يكونوا فيهم البقع وتحطوهم في الغسالة مباشرة راح تثبت البقع أكثر. ضروري معالجة البقع قبل ما تحطوهم في الغسالة. وشاركتكم خلطة بزاف فادتكم لجميع أنواع البقع، شاي قهوة شوكولا دم وغيره. المهم راح تلقاوها في لاباج، بزاف راح تفيدكم هذه الخلطة وتتهناو من أي بقعة كان. والسؤال محير على كي نحطوا القش بدون بقع بس نجبدوهم نلقاو بقع فيهم، خاطر تكثروا يا إما مسحوق الغسيل ولا المعطر. ديروا بوشون واحد يكفي لأنه مركز. أهم جزء الملابس لازم نفرزوهم مش فقط حسب اللون، كذلك حسب سماكة القطعة. مثلا المناشف ما نغسلوهمش مع الملابس العادية لأنها أصلا قماشها سميك وراح تمتص كل البرودوي تاع الغسيل وما تخليش باقي الملابس تستفيد منه. يعني لازم نفرزوهم حسب اللون وحسب السماكة، الأسود الأبيض المناشف الجين كله لا حال، وهكا راح تحصلي على نتيجة جد رائعة. كذلك تكتيس الملابس فوق بعض. تقولي أنا غسلة خلينا نحشيهم كامل ونغسلهم على ضربة، هكا ما راحش تخليهم يدوروا بأريحية وينضافوا. ضروري تخلي شبر فراغ، يعني ثلثي القش والثلث اللي بقى فراغ باش يدوروا ويديو كامل البرودوي ويخرجوا لك هايلين. وكاين سحر من أسحار. استناو الفيديو الجاي.